اسالك سؤال ويا ريت يتفهم صح، بدون ما حد يزايد في هذا السؤال او حساسيه. شايف ان ممكن نادي الزمالك السنه دي يقدر ينافس بيراميدز على المركز الثاني؟ لا، هو الزمالك مش هينافس بيراميدز على المركز الثاني، الزمالك هينافس الاهلي على المركز الثاني. بس خلي بالك دايما المشوار لازم يبقى فيه خطوات. طبعا انت هدفك الاول دلوقتي ان انت تستعيد المركز الثاني. لا مش صحيح. ما انا معاك واحده واحده، انا بتكلم في الدوري. ليه تستعيد؟ خلينا واقعيين يا استاذ عمرو، خلينا واقعيين ونتكلم صح. انت بيراميدز بقاله 3 سنين واخد مكانك، فانت دلوقتي لازم يكون عندك تارجت. انت هتنافس الاهلي، انت ما بتنافسش الاهلي، انت في الاخر يا بتنافس على الثالث او الرابع، ودايما التاني. الكلام ده على عهد ال3 سنين فاتت. طب انا بس يعني انا بتكلم على عهد ال3 سنين. انت بتتكلم على الدوري بس؟ انا بتكلم على الدوري. انا بتكلم على الدوري. على الدوري بس. انا بتكلم على الدوري. لا ليه؟ لا بالعكس، الزمالك خد السوبر الافريقي وخد الكونفدراليه وخد يعني زي الفل، لكن انا بتكلم على الدوري بس. لو انت تارجتت نفسك ان انت تستعيد وتنتزع المركز الثاني، انت ممكن تاخد الدوري، بس ده لازم بيراميدز عقبه موجوده قدام نادي الزمالك. لو حضرتك مش فاهم الجزئيه دي هيبقى عندك مشكله وعمرك ما هتوصل حتى للمركز الثاني. اتفضل يا فندم. انا مش شايف ان بيراميدز عقبه، وشايف ان بيراميدز فريق كويس وفريق محترم، لكن هو مش عقبه قدام نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي بطولات، بينافس على المركز الاول. انسى قصه المركز الثاني او الثالث او الزمالك بينافس على البطوله يا فندم. بيلعب على البطوله يا فندم، بيلعب على البطوله يا فندم. ما انا بقول لك 3 سنين بيراميدز في المركز الثاني. اقول لك انا حاجه حلوه. سكواد الزمالك. طب ماشي، انا ماشي مصدقك، بس انا بسالك سؤال. هو سكواد الزمالك النهارده، اقول لك على حاجه حلوه. سكواد الزمالك النهارده زي سكواد الزمالك في السنتين اللي فاتوا؟ لا طبعا معاك. لا بس انا هقول لك ايوه، على بس حاجة. لازم يبقى في حاله جديده، في شكل تمشي جديد، خطوه خطوه. تمام. لازم تبقى عارف ان هدفك الاول هو بيراميدز. على فكره بيراميدز عامل كده، بيراميدز في منتهى الذكاء اللي في الدنيا، لان هم محددين التارجت بتاعهم. هم هدفهم يكون الزمالك هو المنافس وينتزعوا المركز الثاني من نادي الزمالك، وبعد كده يخش بقى ينافس على الدوري. خدوا ما خدوش، بس هو ضامن مكانا ليه في دوري ابطال افريقيا. هقول لك على حاجه. تمام. هقول لك على حاجه. انا بقول لك وباكد لك ان الزمالك هيكون في دوري ابطال افريقيا باذن الله الموسم الجاي. اللي هو عشان ايه بقى؟ هيكسب يا اول يا تاني. ماشي. طب ايه المشكله؟ اقول لك انا بس الزمالك بيلعب على اول، لكن ممكن ياخد تاني، ماشي، لكن في النهايه هو بيلعب على البطوله. طيب الزمالك فريق كبير يلعب على البطوله. طيب ما بيلعبش على مركز تاني وتالت والكلام ده، بيلعب على البطوله. استاذ عمرو، كابتن مهيب، منافسه السنه دي